ومازن من الصحابة العباد الزهاد الأتقياء الأنقياء المجاهدين الشهداء. لما خرج من هنا كان هنا يسدن صنما يقال له ناجر باجر تاجر، على ألفاظ كذا عندهم في السيرة. كان يسدن صنما هنا في عمان، فسمع صوتا يناديه يقول: يا مازن سمعت سر، ظهر خير وبطن شر، ظهر نبي من مضر يدعو لدين الله أكبر، فآمن به تسلم من حر سقر. فقام مازن وكسر هذا الصنم وركب ناقته وهو يقول: إليك رسول الله خبت مطيتي، تجوب الفيافي من عمان إلى العرج، لتشفع لي يا خير من وطئ الثرى، ليغفر لي ذنبي فأرجع بالفلج إلى معشر، فارقت في الله دينهم فلا دينهم ديني ولا شرجهم شرجي. ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة، وذكر ذلك ابن حجر في الإصابة، وذكر ذلك حتى ابن كثير ذكر في البداية والنهاية ذكر هذا. ومنهم من ذكر هذا صريحا، ومنهم من أشار إليه عندما يتكلمون عن دلائل النبوة، يذكرون قصة مازن أو يشير بعضهم إليها إشارة، لكن هذا حاصل ما وقع لمازن بن غضوبة. وذهب يقول تحدثا بفضل الله عليه، يقول: حججت حجاجا، يعني حججت بيت الله مرارا، وحفظت شطر القرآن، حفظت نصف القرآن. مازن بن غضوبة يقول: حفظت نصف القرآن وحججت حججا رغم بعد داره. وعندنا في المسند وفي غيره أن من الصحابة من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يحفظون هذا القدر من القرآن، منهم من كان يحفظ السورة والسورتين، ومازن على بعد داره يحفظ نصف كتاب الله. ثم لما تراجع سيرة هذا الرجل المجاهد وهو مازن، هو الذي بنى مسجده في سمائل المعروف بمسجد المضمار، ولا يزال الآن معروفا مسجد مازن بن غضوبة مسجد المضمار. ويروي ومن حبه وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وسرعة امتثاله وفورية استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة وغيره، يقول: دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه مولاه صالح بن المتوكل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صالح وقال: من هذا يا مازن؟ فقال: هذا مولاي صالح بن المتوكل. فقال عليه السلام: استوصي به خيرا، فأعتقه من فوره. قال: استوصي به خيرا، قمة الامتثال للوصية. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اعتقه، وإنما قال استوصي به خيرا، فلم يجد أعظم ما يمتثل به هذا الأمر إلا أن أعتقه في جلسة، في تلك الجلسة. ثم إن مازنا هذا هو ومولاه كما يذكر ذلك ابن الأثير في الأسد وابن حجر وغيرهم، استشهد في بردعة في أذربيجان. ولعل ذلك، يقول الشيخ سيد محمود البطاشي رحمة الله عليه في الإتحاف، يقول: ولعل ذلك كان في خلافة عثمان، إذا أنه فتحت بردعة أذربيجان فتحت في خلافة عثمان، ولعلهما خرجا في الفاتحين واستشهدا هناك وقبراهما هناك، قبر مازن ومولاه.